اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة آية الموافي. ويلا بينا نبدأ قصتنا. مي صحيت من النوم وخرجت بره، لقيت مامتها بتعمل فطار. صباح النور يا ماما، أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله كويسة يا بنتي، تعالي افطري يلا قبل ما تنزلي وتروحي الشغل. حاضر يا ماما. امتى بقى يجي يوم الأجازة عشان أرتاح في البيت؟ الواحد تعب بجد. يا أختي ما أنا اللي قعدت أقولك بلاش تشتغلي، قعدتي تقولي لا يا ماما كرري يا ماما قبلي بقى. ما أنا كان لازم أعمل كده، أمال عايزيني أفضل مرزوعة في البيت يعني ولا إيه؟ فيها ست الكل. لا طبعا، ودي تيجي اقعدي افطري يلا بدل ما تأخري والمدير بقى يخصم لك وتقعدي تقولي ظلموه. ما تجيبليش سيرة الخصم، أنا بقى عندي تروما منه بسبب المدير الظالم. ضحكت سعاد وقعدوا يفطروا مع بعض. خلصوا فطار. ماما أنا أروح أنا الشغل بقى، عايزة حاجة قبل ما أمشي؟ لا يا حبيبتي عايزة سلامتك، خلي بالك على نفسك. مشيت مي وراحت على شغلها، قعدت على المكتب بتاعها وبدأت تشتغل. بنت يا مي أنا عايزاكي في موضوع مهم قوي. في عريس عايز عروسة وكل المواصفات اللي هو عايزها عندك انتي، ايه رأيك؟ مواصفات ايه دي اللي هو عايزها؟ هو عايز واحدة محترمة وما تكونش ولا قصيرة ولا طويلة وما تكونش ولا رفيعة ولا مليانة. طب يحب مع الأوردر بقى كاتشب ولا من غير؟ طالما هو عايز واحدة بالمواصفات دي يدور هو عليها بنفسه. هو الواحد ناقص قرف ده؟ ايه ده؟ انتي بتهزري يا مي؟ على فكرة أنا بتكلم جد. ايه رأيك اديله رقم مامتك عشان تبقوا تتواصلوا مع بعض، ولا أكون أنا الوسيط اللي بينكم؟ ولا ده ولا ده، أنا مش بحب الجواز بالطريقة دي أبدا. يا بنت بطلي فقر، ده الواد حليوة، ده لولا بس ان انا مخطوبه كنت خدته انا. وافقي بقى، ده الواد ما يتسابش. يو بقى ماشي يا سلمى، ابي ظبطي معاه ميعاد اما نشوف اخرتها معاكي. فرحت سلمى ومي كملت شغلها. تاني يوم يلا يا مي يا بنتي احنا كده نتاخر عليهم. بقول لك يا ماما ما تخلينا نرجع في كلامنا، انا مش حابه الموضوع ده. نعم يا حبيبتي انت جننتي ولا ايه؟ يلا فزي قدامي بدل ما ازعلك، انت حره. يو حاضر يا ماما اما نشوف اخرتها معاكم. الاتنين نزلوا من البيت وراحوا الكافيه اللي هيقابلوه فيه. كانت مي لابسه لبس باللون اللي اتفقوا عليه، وكانت بتبص حواليها على واحد كان لابس جاكيت لونه بيبي بلو. شكلهم اتاخروا وانا مش بحب التاخير. يلا بينا نمشي يا ماما. اقعدي يا جزمه مكانك بدل ما اجيبك من شعرك. سكتت مي بغيظ وشافت من بعيد واحد ولابس الجاكيت البيبي بلو. شكلهم وصلوا اهو يا ماما. هريسوح ايه ده؟ مش ده يبقى ابن عمتي برضو؟ ودي الولايه الحربايه امه؟ سعاد بصت ناحيه المكان اللي مي بتبص فيه واتصدمت هي كمان. خالد وقف قدامهم. لا 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 مستحيل، مرات خاله الله يرحمه وبنته. يا لهوي، هو انت العروسه بقى من بين كل العرايس اللي في الدنيا كلها ما نقعش غير في دي؟ هو مالها دي بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ ما تشبهش ولا ما تشبهش، دي بنتي ما شاء الله عليها بدر منور، البركه في ابنك. وماله ابني يا حبيبتي؟ ده حبيب ماما، ده كل البنات هتتهبل عليه، وانتوا تقولوا يا جرابيع تتجوز واحد زي ابني؟ بتغلط فينا وانا كنت مستنيه تغلط. بقول لك ايه يا وليه، انت عدي اليوم عشان ما نزعلش من بعض. هتعملي ان شاء الله؟ لا انت ولا البلد بتاعتك بحالها تعرف تعملوا اي حاجه معانا. انت اشار يا جربوع انت، بدل ما والله اطلع جناني عليك انا ماسكه نفسي عنك بالعافيه. ما حدش يا حبيبتي في الدنيا دي يقدر يجي جنب ابني، ده انا كنت خلصت عليه. انا حاولت كتير يا بت ان امسك اعصابي، بس في نسوان زي كده ما ينفعش تتساب غير لما بقى تتعلم الادب، وانا اللي هعلمهولك. مسكتها سعاد من شعرها ومسكت دراع خالد وعضته جامد. اوه دراعي الحقوني، ابعدي عني يا مفتريه انتي. بدأوا الأربعة يضربوا بعض وهما مش عاملين حساب للناس اللي بتتفرج عليهم. بعد شوية كانوا الأربعة في المستشفى وكل واحد منهم متجبس في حتة شكل. يا دماغي، منه لله اللي كان السبب وحسب الله ونعم الوكيل. يا دراعي، يا هاني، منك لله يا خالد يا ابن سامية، حسب الله ونعم الوكيل فيك. إلهي أشوف فيكي يوم يا سعاد يا بنت أم سعاد. يا وليه كتمي بدل ما أقوم عليكي من تاني، صدقيني هزعلك. تزعلي مين يا وليه يا جربوعه انتي؟ ما بقاش اللي انت كمان ويتكلم. ايه ده؟ انتوا شكلكم كده عايزين تخانقوا من اول وجديد، وبصراحه كده انا ما عنديش صحه لكل ده. كان لسه خالد هيتكلم بس بلع ريقه بصدمه لما لقى جدهم واقف قدامهم. انتي حلك يا وليه، وهو بابا حبيبي اللي يشوف شغله معاكي، هو القادر بيحتاج الاقوى منه. هاتي يا حبيبتي، هو انا اخاف ولا ايه؟ انا بعون الله مش بخاف من اي حد. رسوح ماما بصي قدامك كده. سعاد بصت قدامها واتصدمت هي وسامية لما لقوه واقف قدامهم. قاموا الاتنين بخوف. انا كنت بهزر معها يا حاج مش اكتر، اصلا في حياتي كلها دي ما بخافش الا منك انت يا كبير. بقى ماسكين انتوا الاربعه في بعض وناسين القرابه اللي ما بينكم. بقى انا اكون قاعد في امان الله الاقي اللي بيتصل بيا وبيقول لي الحق بنتك، وكمان ابنها ومرات ابنك الله يرحمه وبنته، وكلهم ماسكين في بعض. شكلي كده اتسالت معاكم بس ملحوقه، ما بقاش انا اما ربكم من اول وجديد يا كلاب. يا بابا انا ما كملتش كلامها لانه صرخ فيها. بس اخلصي خالص،
تعالوا انتوا الاربعه ورايا ومن غير ولا كلمه، انتوا فاهمين؟ هزوا الأربعة راسهم بخوف وهو مشي قدامهم. عجبكم كده؟ ده شكله كده يشون على الهادي. ربنا يستر من بابا ومن قلبته، على الدغري كده أنا خايفة ومش مطمنة. يا لهوي يا لهوي، أهو ده الراجل الوحيد اللي أنا ما أقدرش عليه، استرها من عندك يا رب. الأربعة راحوا وراه وكانوا خايفين جدا. ركب حمدي العربية، ولما مركبوش انتوا واقفين مستنيين ايه؟ اتنقلوا اركبوا يلا. ركبوا الأربعة العربية بخوف وهما بيدعوا ربنا إنها تعدي على خير. حمدي فضل سايق لفترة طويلة. لا مؤاخذة يعني يا جدو، بس واحنا رايحين عارفين كده. انت تخرصي خالص، انت فاهمة يا زفتنتي؟ احسن تستاهلي. اديلها يا جدو يا جامد، انت كمان وكمان. انت لو ما خرستش انت كمان بظهر ايدي وعلى وشك، انت سامع؟ سكت خالد بخوف ومي بصت عليه بشماتة. عدى ساعة لحد ما أخيرا وقف حمدي بالعربية. انزلوا يلا بسرعة من العربية. نزلوا الأربعة واستغربوا عشان كانوا واقفين قدام المزرعة بتاعت حمدي. ولا مؤاخذة يعني يا بابا في الكلام، بس هو احنا يعني ايه اللي جابنا هنا؟ ها؟ انا كنت بخلي العمال ينظفوا المزرعة ويهتموا بالبهايم كل شوية، بس بما ان بقى في بهايم بشرية موجودة فهم الأولى انهم يعملوا هم بدل العمال يعني. بهايم بشرية؟ ده البهايم البشرية دي يا عمي، هو في إصدار جديد نزل من بشر وانا معرفش ولا ايه؟ في انتوا الأربعة 4 بهايم بشرية. اتصدموا كلهم. ده ايه قصف الجبهة ده يا جدي؟ على فكرة بقى انت جد مش جدع. بص له بحدة فسكت بخوف. ايه ده؟ لا ثواني كده استوعب، هو انت قصدك يا جدو ان احنا اللي هننضف مكان بقر والبهايم؟ ومش بس كده، ده انتوا كمان هتحلبوا جواميس وهتزرعوا وهتلموا المحصول عشان تتأدبوا وتعرفوا ان الله حق. نحلب جواميس ونزرع؟ يا كبدي، انا معرفش كبدي وجعني مرة واحدة كده ليه؟ انا بقول اروح اكشف احسن. كانت لسه هتمشي من قدامهم بس حمدي رفع العصاية ونزل بيها على دراعها. طب ليه كده بس يا بابا؟ دي بتوجع قوي. طب ما انا قاصد انها توجعك، هو انت مفكره اني عيل يعني عشان الحركات دي تمشي عليا ولا ايه؟ ادخلوا انتوا الأربعة بدل ما والله اسايب الطور عليكم واخليه بقى ينطحكم انتوا الأربعة. يا لهوي يا جدي، هي ممكن توصل للدرجة دي؟ ده احنا احفادك يا جدي، يعني فلذك كبدك. امال لو كنا اغراب كنت عملت فينا ايه؟ ده انتوا لو كنتوا اغراب انا كنت اتخذكم عيارين عشان تعرفوا ان الله حق. ادخلوا جوه يلا، يا اما هلطشكم وهخليكم بقى تعرفوا ان الله حق. دخلوا الأربعة جوه بسرعة. البقر والبهايم ما تنضفش تحتهم لمدة شهر بحاله، كل 2 منكم هيمسكوا الغرفتين الكبار بتوع البهايم. انا عايز في خلال 5 دقايق تكون الأوض بتاعتهم نظيفة، انتوا فاهمين؟ ننضف تحتهم؟ انت اكيد بتهزر يا جدي مش كده؟ قول انك بتهزر بالله عليك. لا يعني اكيد جدو بيهزر مش اكتر، بقى انا مي على اخر الزمن انضف تحت البهايم؟ لا روح خالتك منك ليه، مش بهزر. استعداد يلا ابدأ بدل ما اكسر الخشبة دي عليكم، يلا. بس انا لسه عامله ضوافري يا حاج وحتى المرطب، ما ينفعش يعني اجي في يوم تاني؟ بص لها بحده فبلعت رقاب خوف. اللي انت قلت لي المقشه والجاروب فين يا حجوج؟ عشان خاطري يا بابا اعفينا بقى من اللي في دماغك ده، انا وليا صحتها على قدها. ولما انت وهي وليتين صحتكم على قدكم، ليه كل ما تشوفوا بعض بتمسكوا في خناق بعض؟ طب العيالين دول طايشين وعايزين بقى اللي يربيهم، انتوا بقى ايه؟ ها؟ انا مش مستغلط العيال، اصل اذا كان اهاليهم بيعملوا في بعض كده هم العيال تعمل ايه؟ بقى هي دي برضو صلة الرحم؟ انا حقيقي مكسوف عشان انت خلفتي يا سامية، ومكسوف عشان ابني الله يرحمه اختارك انت، وانا وافقت انك تكوني وسطنا. سكتوا الاتنين وبصوا في الارض باحراج لانه عنده حق. شاور حمدي للعامل فجي وجاب معاه الادوات. يلا ابدأوا، وعلى الله الاقي الاوضه دي مش متنظفه كويس، او على الله الاقيكم اتخانقوا مع بعض مهما كانت الاسباب، انتوا فاهمين؟ هزوا راسهم بخوف وكل اتنين دخلوا اوضه. يا ده ايه الريحه دي؟ منه لله اللي كان السبب. انت تقصدي مين يا بنت انت؟ ها اتلمي كده بدل ما المك انت حره بقى. بقول لك ايه يا انت اتمسك وتهد كده، ها؟ عشان احنا لو مسكنا في خناق بعض وقعتنا هتبقى سودة على دماغنا. فعلا عندك حق، بس قولي لي احنا هننضف القرف ده ازاي؟ شكل كده كل اتنين هيستلموا تنظيف نص الاوضه دي، بجد بجد عند ساميه وسعاد. بقول لك ايه يا اختي، ما تخليكي جدعه كده مره واحده في حياتك وتنضفي انت الاوضه دي. ليه يا اختي؟ هو انت مشلوله ولا ايه؟ وبعدين هو انت بنت البطه البيضه وانا بنت البطه السودة عشان انضف انا وانت لا ولا ايه؟ يا بيت لولا ان الحاج مترقد لنا ولو اتخانقنا هيطلعوا علينا حي ني كنت وريتك مقامك يا ساميه الكلب. كده يا اختي انت ما تقدرش تعملي معايا اي حاجه، ويلا ابدأي بقى خلينا نخلص. بدأوا ينضفوا وبعد ما عدى وقت كبير جدا خلصوا اخيرا. يا ظهري ياني يما، يا عمودي الفقرياني اللي بقى افقرياني، انا تعبانه. يا ركبي ويا جيوبي الانفيه، انا بنهار يا جماعه، حسب الله. اف يا ده احنا ريحتنا بقت وحشه قوي، ريحتنا بقت زي البهايم.
خرجوا بره ولقوا سامية وسعاد بيعرجوا من كتر التعب. يا دهرياني، الحقيني يا بنتي يا سعاد بأي مسكن لا يسترك يا رب. وهو انا لو كان معايا اي مسكن كنت سبت نفسي كده؟ انا حرمت والله ان انا اتخانق مع اي حد. خرجوني من هنا بقى يلا. وقف حمدي قدامهم وبص عليهم بشماتة. هو انتوا فكركم بقى ان انا هسيبكم تمشوا بالسرعه دي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي منك ليها، انا مش هسيبكم تمشوا من هنا غير لما تتربوا وتعرفوا ان الله حق. اتربينا وربنا اتربينا، سيبنا بقى نمشي من هنا. وربنا انت لو حتى عايزنا نتجوز البومه دي انا موافق، بس ارحمنا. انت شايف كده يا لو ما تبقاش خرع، جاتك الهم وانت خلفه تعر. ادخلوا خدوا شاور بدل ريحتكم اللي تقرف دي، ده انتوا ناس سد النفس. مشي من قدامهم. انا نفسي اعرف هو جده ده طالع قادر كده لمين؟ ده الانسان الوحيد اللي انا بخاف منه. احمد ربنا انه جدك مش ابوك، ده انا واخويا الله يرحمه كنا بننشف منه، مش بس بنخاف منه، ده لو حد فينا كان غلط غلطه حتى لو غلطه بسيطه كان بيتعاقب. ده انتوا شفتوا ده يا ولاد المحظوظه، يا بختكم والله. انا مش ناسه ايام لما كنت عايشه معاكم قبل ما جوزي ربنا يرحمه وانقل عندكم، ده كان مربي لي الرعب. مفيش حد مش بيخاف من ابويا. انا بجد معرفش هو طالع شديد كده لمين. انا جدي ما كانش كده شديد. مش شرط تكون وراثه، من كل بين جيل وجيل تلاقي عيل اتولد كده وفي صفات مختلفه جدا عن اهله. افضلوا انتوا تكلموا كده كتير، انا اروح استحمى. مع العلم مفيش الا حمام واحد هو الموجود في المزرعه. قال خالد كلمه ده وجري على طول ناحيه الحمام، فجريوا بسرعه وراه. واد يا خالد خليك جدع ودخلني انا الاول. انت واد. لا دخلني انا الاول، خلي بالك انا امك، وانت لو ما سمعتش كلامي هتكون كده بقى وضعك بامه. دخلني انا الاول وحيت ابوك يا خالد، انا ما بقتش طايق ريحتي خالص. جو الصعبانيات دي ما بتاكلش معايا، انا لا ادخل اول. يلا سلام موز. تصدقي بالله يا ساميه انا اول مره اخد بالي من حاجه ايه دي يا سعاد يا اختي؟ ها يا بنت اول مره اخد بالي ان ابنك مش متربي يا ساميه. والله يا اختي طلع عندك حق، يا خساره التربيه اللي ما جابتش نتيجه فيك يا خالد يا جزمه انت. خالد خرج من الحمام بعد ما اخد الشاور بتاعه. انت لسه فاكر انك تخرج؟ انت اتاخرت قوي كده ليه يا واد؟ لحد ما نضفت نفسي كويس والريحه المعفنه راحت فخرجت. شفتي بقى اللي جايبه بسيطه ازاي؟ يا ما نفسي امك تدي لك قلمين على وشك عشان تعرف ان الله حق يا قليل الربايه انت. استغلت مي كلامهم مع بعض فاتسحبت ودخلت جوه بسرعه وقفلت الباب على نفسها. الحقوا دي غفلكم ودخلت هي الحمام. احسن، تستاهلوا. مشي خالد والاتنين بصوا لبعض بصدمه. ماشي يا مي انا هوريكي بقى بتدخلي قبل امك يا بنت. ماشي. مي خرجت بعد شويه من الحمام فمسكتها سعاد من هدومها بغيظ. بقى كده يا مي؟ بقى انا تعبت في تربيتك وكبرتك عشان في الاخر تعملي فيا كده؟ ده ايه الاوفر ده يا ماما؟ انت محسساني ان انا رميتك في دار مسنين ولا حاجه؟ وبعدين عمته دخلت هي الاول وانت تستاهلي بصراحه. يا وليه الاول كنت تيجي مع الحمام وبعد كده تبي تقولي لي بقى الاسطوانه المشروخه دي واخليك يعني تحصري على الحمايه المحترمه اللي انت خدتيها ولا ايه؟ لا بالله عليك يا ماما تعملي كده، انا ممكن يجي لي جلطه ولا حاجه من كتر الصدمه. سابتها سعاد وبصت عليها بقرف. طيب استاذن بقى ست الكل، يلا انجوي. مشيت مي بسرعه من قدامها وسعاد خبطت على الباب. انت يا وليه يلا يا اختي، انت حبيتي جوه ولا ايه؟ ده ايه الهم ده؟ وبالليل خرجت مي من الاوضه بتاعتها وقعدت على الزرع. حست بالبرد وكانت لسه هتقوم بس لقيت حد بيحط شال عليها. هو انت؟ حرام عليك يا خالد خضتني. قعد خالد جنبها. ايوه انا اكيد مش جاموسه يعني ولا خروف اللي حاط لك الشال ده. ني دمك مش خفيف على فكره. وبعدين انت حطيت البتاع ده على كتفي ليه؟ ها هيكون ليه يعني؟ اكيد عشان انت باين عليكي انك بردانه. شفتي وسطها ازاي؟ ومن امتى الجنتله دي كلها؟ ما تحاولش تعمل نفسك كويس يا خالد لاني عارفه حقيقتك. هو ايه ده اللي ما حاولش اعمل نفسي كويس؟ هو حد قال لك قبل كده ان انا مش كويس ولا ايه؟ وبعدين هو ايه اللي انا عارفه حقيقتك؟ انت بتقولي ايه؟ شكلك كده نسي بقى انك ارتبطت بعدوتي واتامرتوا انتوا الاثنين عليا ولزقتوا لي الغيره على كرسي عشان منظري يبقى وحش قدام الفصل كله. انا عمري ما هسامحك يا خالد ابدا. ده ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ اولا انا ما كنتش عارف انها عدوتك، هعرف منين يعني؟ وانا كنت في سنه ثالثه وانتوا اولى، يعني مش معاكم اصلا في نفس الفصل. ثانيا بقى والله العظيم انا ما اتفقت معاها على حاجه. لا والله ده هي اللي كانت قايله لي بنفسها ان انتوا الاثنين اللي حاطين غيره على الكرسي. ده قالت لي كمان ان انت اللي اقترحت عليه الفكره دي. نعم؟ لا والله ما حصل، انا ما عملتش كده، بالعكس ده انا اول لما عرفت ان عامله كده سبتها على طول. انت بنت عمتي يا مي، يعني اللي يمسك يمسني واللي يزعلك يزعلني، فهمتي؟ وطالما اللي يمسني يمسك واللي يزعلك يزعلني ليه ارتبطت؟ مش فاهم سؤالك. علاقه سؤالك ده باللي قلته؟ وطت مي صوتها وقالت وهي بتكلم نفسها. انا بحبك يا خالد واللي انت عملته ده اذاني وزعلني. اتصدم خالد من اللي هي قالته بس عمل نفسه ان هو ما سمعهاش. انا هروح اوضتي عشان انام. تصبح على خير يا خالد. مي مشيت من قدامه. معقوله اللي انا سمعته ده؟ هي فعلا بتحبني؟ ابتسم خالد
وقام ودخل اوضته هو كمان. وبالليل كان خالد نايم في امان الله، بس فجأة صرخ لما حس ان حد لسعه بالحزام على رجله. رجلي جدي على الصبح، هو انا عملت حاجه يعني دلوقتي؟ بقى لي ساعه بخبط على الباب وانت جاموسه وانت ولا هنا. قوم يا شحت عشان تشوف شغلك، قوم. رجلي بتحرقني، هو مش قادر. شغل ايه؟ ها شغل ليه يا لهوي؟ هو انت قصدك اللي لسه في شغل في المزرعه؟ هقول لك شغل ايه يا روح خالتك، بس قوم الاول بدل ما اخلي الحزام ده معلم على فخادك. لا وعليه انا قايمه هو يا جدو، حسب الله ونعم الوكيل. بيلسوع قوي. انت بتقول حاجه يا شحت انت؟ لا مش بقول حاجه يا جدو، انا جاي وراك وهي بالجدود كلهم. خرج حمدي بره ولقى ساميه بتخرج من اوضتها. كويس انك خرجتي، لان كنت لسه هدخل اصحيكي بطريقتي. روحي صحي سعاد لحد ما صحي انا مي. هزت ساميه راسها، وحمدي خبط على الباب كذا مره بس ما سمعش رد. 2 جوز بهيم والله، انا مش عارف انا يعني ايه الخلفه الهم دي. حمدي فتح الاوضه ودخل جوه. انت يا بلوه انت قومي بدل ما اقومك بطريقتي انا، انت حره. يا جدو في ايه؟ هو في حد يصحي حد كده على الصبح برضو؟ دي مش عيشه دي والله. مسكها حمدي من ودانها وشدها ليه. يا جدو اوعى يا جدو ودني. دي مش ايه يا اختي؟ هو انت لسه شفتي حاجه؟ ده انت هتتنفخي النهارده انت والواد ساعه تاني. اللي بس كده يا جدو؟ طب رأي ان انا انثى يعني، وما ينفعش معايا يعني غير المعامله الرقيقه. انت انثى ورقيقه انت؟ انت هتقولي لي ده الرقه بتنط منك قدامي، يلا بدل ما اعرفك المعامله اللي بحاول حقيقي. ما هي مشيت قدامه وهي بتدبدب على الارض برجليها. دبدبي يا اختي دبدبي. ماشي انا هوريكم شويه كلاب. نزلوا كلهم تحت واتجمعوا على السفره. الله، ده ايه الفطار الملكي ده يا جدو؟ بيض وفطير مشلتت وجبنه فلاحي، واو، وعسل اسود وعسل نحل وزيتون ولانشون وفول. ده ايه الدلع ده كله يا جدو؟ ما انا بدلعكم عشان تبقوا مستعدين للي انتوا داخلين فيه. اما ربكم من اول جديد، ما باش انا حمدي. اتربينا والله العظيم، اتربينا يا بابا، من امبارح واحنا اتربينا خلاص. اعفينا بقى من مرمطه النهارده بالله عليك. لا انتوا اتربيتوا نص تربيه، وانا بحب كل حاجه كامله. افطروا يلا عشان وراكوا شغل كتير. انا مش عارفه انا ايه اللي وقعني في العيله دي حاجه هم. سامعك ام لسان طويل، قصر لسانك ده بدل ما اخليك تعملي انت شغل كله، انت حره. سكتت سعاد بخوف وبداوا ياكلوا وهم مش طايقين نفسهم. خلصوا اكل. خلصوا الحمد لله. قدامي يلا منك ليه. راجع نفسك تاني يا جدو، وافتكر ان احنا احفادك فلز كبدك. وبعدين يا جدو يا لهوي. ما كملش كلامه بسبب ان حمدي مسك له العكاز. كنت بتقول ايه بقى يا حبيب جدك انت؟ كنت بقول يلا بينا على بره عشان نعمل الشغل اللي حضرتك عايز نعمله. بص حمدي عليه بقرف وخرج بره، ومية قالت يا لهوي علينا وعلى اللي هيحصل لنا، ده احنا هيتعمل منا كفته على الفحم. خالد بص عليها لفتره طويله. في يا خالد، هو في حاجه على الوش ولا ايه؟ لا ما فيش حاجه. انت كنت بتقولي ايه اصلا؟ هو انت شارب حاجه النهارده ولا ايه؟ في يا خالد. فضل بص لها وما ردش عليها فخرجت بره. هو ماله ده على الصبح؟ بني ادم غريب بصحيح. ساميه مالت على سعاد. يا بت انت شايفه اللي انا شايفه يا بنتي يا سعاد؟ يا اختي شايفه، مع اني ما كنتش عايزه البت تتجوز من قرايبها، بس يلا هتنزل المره دي وهوافق لو هو بيحبها فعلا. نعم يا حبيبتي. هو ايه اللي تتنازلي دي؟ هو حد قالك ان ابني معيب ولا حاجه؟ ده انا ابني 1000 واحده تتمناه. وانا يا اختي بنتي الرجاله هتموت عليها ونفسهم انهم يتجوزوها، بس هي اللي بترفض. بقى مرت ما قابلت عريس الصالونات وهي ما كانتش تعرف ان هو ابني. اسم الله على ابنك يا اختي اللي كان رايح يقابل عروس الصالونات، بس طلعت في الاخر بنتي. سمعوا حمدي من بره وهو بيقول بعصبيه انتوا بتعملوا ايه جوه كل ده؟ اخرجوا بره يلا بدل ما اجي بقى اخرجكم انا. اول لما قال كده جروا الاتنين على بره بسرعه وبدوا ينظفوا المزرعه لحد ما ناموا. عدى شهر وحمدي سمح لهم اخيرا انهم يمشوا. قبل ما تمشوا انا عايزه اقول لك كمان ان جالك عريس، وانا عايز اسمع ردك قبل ما تمشوا. موافقه على خالد يا مي؟ خالد؟ انت تقصد ايه جدو؟ تقصد اللي انا فهمته؟ يا مي، يقصد اللي انت فهمتيه. انا اكتشفت مؤخرا ان انا ما حبيتش حد في حياتي غيرك. موافقه تتجوزيني؟ موافقه طبعا يا خالد، وانا كمان بحبك قوي. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.